السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معلومات خطيرة للغاية والحلقة السياسية تختلف. أنا ما أحب ترى أتكلم واجد، خير الكلام قل ودل. تحكي كثير تموت. أحب أحكي قليل. فهمت ما فهمت ما همني، لأن أنا ما أدور متابعين. لازم تفهم هذا. اليوم الحساب موجود، بعد كم يوم مو موجود. الكل يعرف نايف. ليش؟ فوق 40 حساب عندي. هل أنا وراء فتن أو ابتزاز بلدي؟ لا. هل أنا عندي خلاف ويا الحاكم وحكومته وبرلمانه شخصي؟ لا. خلاف بقاء دولة، خلاف انك انت تبي تودينا ب60 داهية عشان كرسيك وعشان برلمانك ودول. انت تبي تخلينا بلا بلد وتبوقنا الحرامية ونضيع. السياسة لازم تتغير. نايف محمود يثق بالامريكان والاوروبيين والروس. اذا انا ما اثق باخوي تبيني اثق بهذيلا؟ اخوي من امي وابوي ما اثقت فيه، يوم من الايام قلب عشان واحد تافه في البلد، وانا اعرف من يحكم البلد هذه. لازم تعرف. وانا تكلمت عن موضوع مسلم البراك وعبد الله النفيسي، هذا جزء ترى تكلمت عنه. ما تكلمت عن النائب الفلاني والنائب الفلاني. أتقدر أتكلم عن كل عضو مجلس أمة، وشنو دورك وشنو تهمتك وشلون كان بيتصفى عليك. وانك انت الحين يا عضو مجلس أمة قاعد ترتكب جريمة في حق شعبك، في حق ناخبينك. انت عضو جمعية ويا عضو كيت، وانت اللي رايح ومستانسين ويلبسونكم التهم. قسم العظمة اللي قبل فترة رحت لناس بالبلد لتوقفوا وياي. كم مرة بعث لهم رسالة يحسبوني أنا بمنتهم. اسمع قدام الشعب الكويتي، أنا حطيت لك كمين وفخ وأنت ما تدري، لأني أعرف أبوك وعمامك وأعرف الدنيا هذا والبلد هذا، ولاني بحاجتك يوم واحد. ولو أبي أخذ منك الشغلة بالقوة أخذها بالقوة، بس يعرفوا طبيعة أهل الكويت. أنا مو راعي السوالف هذه. بس لا تجي تقعد مع الأوروبيين والأمريكان وأنت ما تعرف شيء. ما تعرف متى الغدرة تجيك. أستطيع أنزل لك بالشوارع وأتكلم وندوات وأيد التيارات والأحزاب واستفيد، بس ما أبي. العدو ما راح يبين إذا نزلت وشاف وجهك. لازم من عبر الشاشات يبين العدو. شلون نايف محمود 14 سنة ما حد يعرف وجهه؟ من اللي جاء يبي يبيعني من الحكومة والبرلمان؟ عرفته. تعال أنا بيني وبينك شيء. أنت جاي تتفزع حق دول، تبي تسوي روحك رجال حق الأوروبيين ولا الإسرائيليين ولا الإيرانيين. أنت كويتي بنهاية المطاف. أعرف حدودك. في حدود
حاكم البلد تعداها، من هني أنا قمعته، من هني أنا هددته. الحدود هذا اللي يتعداها بقاء الدولة ينزال حكمه بالقوة العسكرية، يسحب السلاح عليه، لأن اللي يبي دولة قوية لا يحط راسه بروس ناس أقوى منه ب1000 مرة. أي مواطن قبل لا تسوي أي مشكلة لا تحط راسك بروس ناس أقوى منك بكل شيء، بالعلم، بالتكنولوجيا، بالتطوير، بالحرية والديمقراطية. أنا ليش أغير حساباتي؟ لأن يتتبعون الحسابات، يتتبعون صفحاتي، فأنا ما أحتاج متابعين. أنا أرسل الرسالة وفي غيري ينشرها، وبعد كم يوم تلقاني طالع بحساب ثاني، لأن هذيلا يتجسسون وهكرات ويرسلون ذبذبات إلكترونية واغتيالات، يعني حرب طويلة. شوف، شيوخ وتجار تعرفني أنا محاصر من مخابرات أوروبية وعملاء ولا يعطيك دينار. شوف، هذا ابن الوطن الحقيقي اللي يكلمك. هذيل المزورين، هذيل المجرمين اللي انت تمجد فيهم، اختبار للسفارة الأمريكية والبريطانية وسفارات و14 سنة، وشفنا يتعاملون مع الدول ضد أبناء بلدهم، وشفنا ناس راحت في طريق الهلاك. الحين جاء وقت 1,000,000 شخص للهلاك، و10,000 شخص قاعدين في دول وانت بلا نفط بلا أموال. تقول نايف شلون؟ أقول لك هذيلا سرقوا 6,000 مليار، سرقوها لصالح مخابرات أجنبية، واستثمروا في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. الحرب العالمية الثالثة إذا قامت، هذيلا عندهم استثمارات في أوروبا، هم كشخصيين مثل يعني من حاكم البلد وولي عهده وابناء اسرته وشويه تجار، عندهم مثل مأمنين مستقبلهم شوي باوروبا شوي بامريكا. اذا خسرت مثلا الدوله استثماراتها كلها، هو عنده ياكل يشرب هو وعياله، انت ما عندك. فهمت ايش قصدي؟ هو مسؤول بالبلد على خزينه الدوله 70 مليار، بس هو حاط مليارات لحسابه الشخصي، وهذه عشان حق جيشي وشرطتي واتكلم في المجتمع الدولي واصرف على هذا وهذا. اذا طاحت 70 مليار راحت ولا تريليون راحت، ما همني. عيالي انا وعيالي عندنا جناسي امريكيه اوروبيه، خدمنا امريكا واوروبا اسرائيل، اطق استثماراتي في شرق اسيا ولا مني يعني بالعربي راح تجي ضربات روسية إلى أوروبا. استثماراتك في أوروبا راحت الاستثمارات كم؟ بالمليارات، فوق 1000 مليار. هو قاعد عنده فلوس الجنسية، ما له خص فيك برا. في أمريكا كذلك. فهمت ايش قصدي؟ ليش انا اقول خروج مظاهرات ودستور امريكي وكيت هذا بعد جيش شرطة قضاء ويا مخابرات اجنبيه. يوم قلت توزع رخص تجاريه ومزارع للرجال والنساء، واللي المواطن الكويتي يتزوج 4 حريم 4 بيوت، رفض الحرث والنسل، ورفض أهل الكويت، ورفض كل هذا. ليش؟ حسابات وتكتيكات. يعني أنا حاجته
والله لو أجي أقول لكم عن أساميهم، كل واحد كان يمتلك عقارات في أوروبا، حسابه الشخصي مليار دينار. هذه العائلة من أسرة الحكم تمتلك مليار، هذا التاجر يمتلك مليار، بس هو خادم للأوروبيين والإسرائيليين. قوم نام، وياهم عملائهم اللي يصفقون. رجل السياسة، عميد الدبلوماسية، ولا لا يعرفون ولا شيء. الهيبة بالتواصل الاجتماعي تشوفونهم يحطون شيلات لهم وكل شيء. زمرتهم هذه اللي يمشينهم بالنعل. أنا ما أحط شيء حق هذا الإشكال هذا. اختلاف يوم مسلم البراك، أنت حطيت أغاني مسلم البراك. نعم حطيت أغاني لشخص مسلم البراك بمعنى الرسالة، قلت له إياها لا تحسب أن الدعوة سود ومهود. الحكومة جارت تبيك، ورسالة لشباب الحراك أنكم أنتم ضعتوا الطريق والحكومة تبيكم في ضيعان الطريق. تبي قبلك قضاة وألوية ضباط بأمن الدولة، تبيك تكسر وتخرب عشان يحطك بتهمة الإرهاب. تبيك تدخل معسكرات، بس لما يطلعون كل الشعب مظاهرات من قضاة وكلاء نيابة وأجهزة أمنية باعتراف ضابطة من دولة، هم يبون بلدهم مخدرات. ويوم طقيت تسجيل للسفارة الأمريكية قلت هذا رقم فرد بأمن الدولة وهذا اعترافه، صفوا على عائلته. هم يابون. تدري شنو اللي دبل شبدي؟ يوم شفته يستشار مرزوق الغانم. ايش رايك بتشكيل الحكومه مشعل احمد؟ شفتوا شلون كان يتكلم مع احمد السعدون يشخط فيه؟ احمد السعدون اكبر منه. وهان كرامه احمد السعدون. ايش احمد السعدون عنده ملياراته، بس ملياراته في الكويت وبكم دوله. من هنا لازم انت تعرف يا مرات، ترى في قبلك ضباط تصفى عليهم بالايدز وقضاة. في اشياء احنا متكلمين. ليش انا اقول خروج مظاهرات؟ لان قاعدين ويا الاوروبيين اهل المخدرات هذيلا نبي بوتين، ولك انتم تبون بوتين؟ تبون ايران؟ أنا أكره ما عندي لما أشوف شيعي وسني يرفع علم حزب الله أو علم الميليشيات أو علم التنظيم القاعدة. قسما عظما يستانسون عليك عملاء المخابرات، يلبسون قضايا ويبدون يسكون. ترى قبلك في شخص بالاستخبارات مسكوك بقضية إرهاب، شخصيا عارفه، وحاول السفير الأمريكي يتقرب. أنا أقول لك إياها، بدام أنك لعبت ويا نايف، الرئيس الأمريكي يعرف كل ضباط السي IA. تعرف شنو أعرف في الولايات، وشنو أعرف داخل سفارتك. 5 دقائق تكون مو بالكويت إذا أنا بغيت، أنت وسفيرة بريطانيا، يتغير طاقم سفارة كامل. لازم تفهمون يا الشعب الكويتي، الدم الكويتي صار رخيص عند الحاكم لما توجه 3 رسائل. رخيص. ما أنا قايل لكم عن خلاياهم بالمستشفيات، تدش تعالج وانت معارض ابدا، بالمطعم حطوك نوموك، تتكلم زيادة غمتوك بسراديب المصانع، مو بسرداب من دولة ومخابرات. ليت خرج ولم يعد،
ولا دزولك بنت ولا حطوا لك شيء، مت ولا حد درى عنك. لما تخرج تطلب بالدستور الامريكي حمايه لبلدك، اعتراف لبلدك. الحين وقت البوقه، وقت النحشه، يهدك وخليك ميت بالبر. وبعد فتره يجون خففوا الحمل عن الدوله،